ده بارت 2 من كل الانفلونسرز نصابين وكدابين، فركزوا معايا كويس قوي في الفيديو ده علشان هخليكم تعرفوا ازاي تفرقوا ما بين الانفلونسر الصادق وما بين الكداب. اول حاجه الانفلونسر الكداب عمره ما بيشتم في برودكت. تاني حاجه الانفلونسر الكداب لو طلع قال رأي صادق مثلا عن برودكت هو جربه فعلا وما عجبوش، وفجأة لقيتوه بعد كام يوم او بعد فتره طلع يقول ريفيو على نفس المنتج اللي ما عجبوش ده، بس فجأة بقى واو، اعرفوا انه كداب وكله في سبيل السبونسر. واهم حاجه اوعي تشتري برودكت معمول عليه هايب من كل الانفلونسرز في نفس الوقت. استني لما الضجه تخلص والدنيا تهدى وتشوفي الريفيوز الحقيقيه بتاعه الناس اللي لبست واشترت في الهايب، تعرفي ساعتها اذا كنتي تشتريه ولا لا. بلس ان في انفلونسرز بيطلعوا يقولوا ان هم بقالهم فتره طويله شهر مثلا بيجربوا في البرودكت ده وطلع خطير وواو وحللي كل مشاكلي والكلام ده كله، والحمله الدعائيه اصلا او المنتج نازل بقاله 10 ايام، فعلى طول تعرفوا ان الانفلونسر كذاب والبراند كمان كذاب. في نوع بقى من الانفلونسرز دول بيستفزوني جدا، ابتدت تشوف ان لا المنتج مش حلو وفي ناس طالعه ما بتشكرش فيه، يطلع يعمل فيديو مش يدافع عن البرودكت وبس، لا ده ممكن يشككك في نفسك ان انت اللي طريقه استخدامك للبرودكت كانت غلط. اما الانفلونسر الصادق فدايما هتلاقوه بيقول مميزات وعيوب، كلامه مش بيتغير فجاه، دايما بيعترف ان دي تجربه شخصيه ممكن تنفع معايا وما تنفعش معاكي. اما بقى البراند الكذاب ما عندوش مشكله ان هو يسوق لنفسه حتى بالكذب، ما بيتقبلش الكومنتس اللي ما بتشكرش في المنتج او النقد، وبيطيروا الكومنتس كلها من على البيج علشان تدخل تشوف كل الكومنتس كويسه على البرودكت. واهم حاجه بقى الوعود المبالغ فيها، بيعالج الصلع الوراثي فتجري تشتريه علشان بيعالج الصلع الوراثي وفي الاخر تروحي واكله المقلب التمام. اما بقى البراند الصادق فهو بيتقبل النقد، بيرد على كل الكومنتس سواء نيجاتيف او بوزيتيف، وبياخد الكومنتس النيجاتيف من الناس ويحاول يشتغل على نفسه ويطور من نفسه. فخلوا بالكم علشان مفيش حد يضحك عليكم وعشان ما ترموش فلوسكم في الارض.